وإحياء لذكرى تأسيسها العشرين، كرمت إذاعة الجزائر بالوادي عددا من الأصوات الإذاعية، كما وقفت عند إنجازاتها وإسهاماتها في التنمية المحلية، خاصة بعد تحولها إلى المجال الرقمي. نعيسة تومي. احتفلت إذاعة الجزائر من الوادي بالذكرى العشرين لتأسيسها. الإذاعة التي انطلق بثها بطاقم إذاعي صغير هي اليوم تنوع من برامجها، خاصة منها البرامج التفاعلية مع الجمهور، زيادة على ما حظيت به من تجهيزات تقنية مرقمنة. عيت على أن تكون هناك تغيير نحو الأفضل من خلال شبكة برامجية متنوعة، وين كل مستمع كل مواطن يجد فيها نفسه، والأهم من ذلك هو أن الإذاعة تعود إلى أصلها، وهي الخدمة العمومية، تثمين مجهودات الدولة في كل القطاعات، وكذلك نقل صوت المواطن. الاحتفالية عرفت أيضا تكريم عدد من الأصوات الإذاعية في تقدم كبير على مستوى ربما البث الأرضي، بث الفضائي، وأيضا البث عبر طريق الإنترنت، عبر طبعا الأجهزة التقنية المتوفرة لها، أيضا عبر برامج المونتاج المتوفرة لها. أقول يعني أن الإذاعة شهدت ربما تقدم على مستوى الجانب التقني، وأيضا حتى على مستوى الاحترافية. كان تحدي كبير بالنسبة لي كأول صوت نسوي قال هنا إذاعة الواد. الشيء الجديد في خلال 20 سنة، المجتمع فعلا أحدث تغيير كبير في يعني على جميع الأصعدة، وخاصة في الذهنية. فاليوم بعد أول صوت نسوي وبعد صوت الوحيد أصبح عندنا عدد كبير من النساء يشتغلن بالإذاعة. الوسائل التقنية تطورت، كنا نعمل في النظام التماثلي الأنالوجيك، والآن رانا في الرقمنة، عالم الرقمنة، كل شيء الآن راهو رقمي بالكمبيوتر، اللي طاب المكساج، لا كونسول، كل شيء رقمي. أكيد الإذاعة تطورت. إذاعة الجزائر من الوادي تسعى للحفاظ على دورها في الإعلام الجواري وتبليغ اهتمامات المواطنين وتطلعاتهم.